آه واحد بقاله كتير قوي ما طلعش ولا رغى ولا اتكلم ولا اي حاجه، كضغوط حياه وبعض المشاكل والدوشه. بس حسيت ان في احداث كتيره في الاونه الاخيره، يعني سواء تاهل منتخب مصر للسيمي فاينال. طبعا الحدث اللي احنا ما كناش متوقعينه تماما، ولا اي حد خالص قبل البطوله كنا بنقول اللي هو دور الثمانيه وكفى وكابتن حسام حسن يعني هيبقى عمل انجاز كبير قوي 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 لو صعد لدور الثمانيه طبعا احنا دلوقتي بقى ايه يعني، خلاص طمعنا. طمعنا قوي كمان، فاللي هو كابتن حسام حسن في مأزق. لو انت قبل البطوله انت بس عايز يوصل سيمي فاينل اند سو اون، طبعا بعد الاداء ده واللذاذه اللي حصلت دي يعني، فانت خلاص طمعت الموضوع خرج بره ايدك، خلاص اتصرف بقى، فاهم؟ اللي هو طبعا ماتش السنغال عندنا طار بايت من 2021 او 2022، السيمي الفاينل بتاع 21 لما خسرنا بينالتيز، وكاس عالم لما خسرنا بينالتيز. طبعا هما الجيل مش نفس الجيل، مش نفس القوه، الناس كبرت شويه، ماني كبر، كوليبالي كبر، حارس المرمى كبر، في ناس طلعت، ديالو طلع، طلعوا من المنتخب اصلا، في جيل جديد طالع اللي هو بابا جايه، لامين داي، جاكسون بايرن ميونخ اللي هو معار من تشيلسي اند سو اون. فاللي هو يعني فيها وعليها. بس انت برضه كمصر انت في ميزه كبيره قوي عندك، يعني انت اسوء ماتشين في مصر او منتخب مصر لعبهم البطوله دي تقريبا كان زيمبابوي وبنين، اللي هو الماتشين اللي انت كان مطالب منك ان الاستحواذ يكون معاك، انت ماسك كوره من اللي هم عاملين باركينج ذا باص وواقفين ورا مش بيعملوا اي حاجه خالص. فانت برضو الماتشين دول عانيت فيهم شويه. انت كمنتخب مصر كتركيبتك كامكانياتك بمرموش، صلاح، امام عاشور، اللي هو تقريبا في 40 50% من طاقته يعني، انت برضو تركيبتك شويه فريق تحولات، فبتعرف تلعب قوي الجيم اللي هو الكرة مش معاك، مينلي هم ماسكين الكرة اكتر وهكذا. فانت الجيمز اللي هي احسن ماتشات لعبتها البطوله دي اللي هو ماتش كوت ديفوار، ماتش جنوب افريقيا الشوط الاول قبل طرد هاني، دول تقريبا احسن ماتشين لعبتهم. فهو الماتشين دول اللي هو انت كنت مطالب ان انت تلعب تحولات، قافل الملعب. طبعا ماتش كوت ديفوار، ماتش كوت ديفوار ده كان ممكن يخلص 3 صايمه لولا بعض الاخطاء الغير مقصوده من كابتن محمد الشناوي او عدم التوفيق، يعني مش هنيجي على الراجل، يعني حصل خير. الحمد لله كسبنا يعني. بس الماتش ده كان ممكن يخسر صايمه، هم بجد زي وير كلولس، هم مش عارفين يعملوا حاجه، مش عارفين يوصلوا، كل حته مقفوله. انت في ات سام بوينت من الماتش انت كنت حاسس ان لا احنا بنلعب 15 وهم 11 مثلا، فاهم؟ اللي هو من كتر ما انت لعيبتك الانتشار كويس، واقفين كويس، كل حاجه فيها كويسه قوي، فانت بجد هم مش عارفين يوصلوا، مش عارفين يعملوا حاجه، واقفين في حيطه سد. لولا الفاول اللي هو مش فاول، وفي بعض الصفحات كانت بتقول ان الاتحاد الافريقي علق على هذا الامر لغربال، وقال له ان هي الكوره من الاول خالص ما كانتش فاول، وكان المفروض ما تحسبهاش فاول يعني كخطا يعني تحكيمي. بس في الاخر صعدنا. كابتن حسام حسن حط نفسه في مأزق كبير قوي، ان هو خلاص انت صعدت. ف لو لا قدر الله لا قدر الله ما كسبناش السنغال، اتمنى بس من البرامج، الصفحات اند سو اون والناس دي ما تهاجمش كابتن حسام حسن، الاستحقاقيه اللي بياخدوها في هذا الامر، اللي هو يا جماعه انت ما كنتش تحلم انك توصل للسيمي فاينل خالص قبل البطوله، من نتائج، من تخبط الثلاث محترفين بتوعك في يعني في اسوأ ما يكون، واحد ما بيلعبش في ليفربول، واحد ما بيشمهاش في مانشستر سيتي، وواحد بيلعب في فرقه بتهبط وما بيلعبش، لو مصطفى محمد يعني. حمدي فتحي في قطر برضه بعيد من مستواه، امام عاشور لسه راجع من اصابه، فكابتن حسام حسن ما كانش محظوظ، محمد عبد المنعم لسه بيتعالج من رباط صليبي، فكابتن حسام حسن ما كانش محظوظ اصلا. فاللي هو عمله ده انجاز، اعجاز، سميه زي ما تسميه، الف شكر كابتن حسام، كابتن ابراهيم، كابتن محمد ابو واحد، الجهاز الفني كله. آه عندي بس حاجه بس بسيطه تجاه الشعب المصري والشعب المغربي. جماعه ما الشعب المغربي يشجع اللي هو عايزه، يعني هم لما شجعوا بنين او شجعوا كوت ديفوار كسبوا، يعني ما هو خدوا كل واحد فيهم 3 عادي. لكن فكره ان انت اللي هو انت عايز مشجعوك بالعافيه، يا جماعه هنمارس النرجسيه على شعب كامل؟ يا جماعه ما يصعب والله العظيم. يعني النرجسيه دي بنعملها يعني عادي، ممكن على مراتاتنا، مش عارف، على اصحابنا، اللي هو اعمل اللي انا عايزه ومش عارف ايه وكده، وهي بلطجه. لكن هنمارس نرجسيه على شعب كامل اللي هو نتحكم فيه، اللي هو طب ما يشجع اللي هو عايزه، ما يعمل اللي هو عايزه اصلا يعني. يا جماعه صباح الفل يعني، يا جماعه خلي الناس تشجع اللي هي عايزاه، هم بيشجعوا الفرقه بنفسهم وبيخسروا، فعادي عادي، جميل جميل. لكن
منتخب رجاله قوي بصراحه. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله عندي امل كبير ان احنا نوصل فاينل، بس هيبقى عندي مشكله كبيره قوي لو لا قدر الله وصلنا فاينل وخسرنا فاينل لثالث مره على التوالي 2017 2021 وهيبقى 2025. فاللي هو ابطل اشجع كوره احسن، بما ان انا بشجع مانشستر يونايتد ومش بشوف حاجه حلوه خالص في حياتي يعني. بس انا بس اللي هي البطولات المجمعه لامم افريقيا عشان اشوف فيه اداء اتبسط شويه انسان يعني. لكن يعني مش عارف مشاعري لو لا قدر الله يعني وصلنا فاينل وخسرنا، او مش عارف برضه مشاعري لو لا قدر الله خسرنا من السنغال. بس ان شاء الله في كل الحالتين يا رب يا رب ان شاء الله بتوفيق ربنا، والرجاله بتوعنا في الملعب اللي بيموتوا نفسهم مش بيبخلوا بنقطه عرق واحده. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله هنرفع كاس البطوله، والرجاله ترجع مبسوطين ومنصورين، وكابتن حسام حسن يحط في ايده في عين التخين او ايفر بقى تخين مين او مش هنختلف. لكن شكرا يا رجاله. اتمنى الشعب يفضل ملتف حواليهم كده، والناس تفضل بتدعمهم وبتساندهم، وان شاء الله يرجعوا بالبطوله ويفرحونا. تاني حاجه بقى نخش بس على من انا بقى لعبت هاندبول كتير قوي، فانا عايز بس اتكلم على منتخب هاندبول. منتخب هاندبول كان بيلعب بطوله وديه كده، تعادل مع البرتغال وبعدين كسب ايران كتير، فرق كتير قوي 19 تقريبا، وبعدين كسب سلوفاكيا. وفكره الناس برضه بتهاجم يعني اللي هو يعني يا جماعه ما هو ممكن يكون هو مش عايز يلعب اسبانيا، ما عادي هو عايز يلعب سلوفاكيا اللي هو لعب ماتش جامد، اللي هو ماتش البرتغال ماتش جامد قوي اللي هم كسبوا اسبانيا فرق 3 امبارح. وبعدين حب ينزل بالمستوى شويه اللي هو لاعب ايران كسبها فرق 19. بعدين حب ينزل مستوى اللي هو متوسط اللي هو يكون لاعب فرقه من الليفل العالي وفرقه من الليفل الواطي وفرقه من الليفل المتوسط اللي هو ماتش سلوفاكيا، وكسب وعمل ماتشات لذيذه جدا، والمنتخب شكله جميل جدا وحراسه المرمى جميله جدا والدنيا لذيذه. برضه في بعض الناس في الصفحات بيشتموهم يا جماعه، عايزين ايه يا جماعه؟ بطلوا الاستحقاقيه دي، مش يعني مش طبيعي مش طبيعي. anyway كل التوفيق للمنتخب المصري لكرة اليد في افريقيا في رواندا، خلاص تقريبا يوم 18 الجاي. وكل التوفيق لمنتخب مصر يوم الاربعاء ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله نفرح كلنا. ماتش الساعه 7 او 6 مش متاكد، وننبسط كلنا ونرفع الكاس، وكابتن حسام حسن يعمل كل حاجه هو عايزها ونوصل كاس عالم ونعمل نتائج كويسه. وارجوك يا جماعه للشعب المصري، نداء للشعب المصري، بطلوا نرجسيه على الشعب المغربي. الشعب المغربي من حقه اللي يشجع اللي يشجعه، مش عايزين نعمل نرجسيه على شعب كامل، موضوع كبير قوي يعني. بس كده، وقلت ادردش معاك شويه. السلام عليكم.